والله يا عم شامي أنا طالب القرب منك. في مين؟ في بنتك الوحيدة يا عم شامي، أنت ما عندكش غيرها. بنتي نيروز. أيوة، وعلى كده بتحبها؟ أيوة بتحبها جدا. أيوة تمام، أنا مش موافق. إيه البلوت تويست دي يا عم شامي؟ يعني إيه مش موافق؟ أمال بتشوقني ليه؟ خلصني يا ابني، قول اللي عندك. أنا جاي ومعايا الصندوق ده، وبتمنى إنك تقبل مهر لبنتك نيروز. وريني كده. إيه ده؟ ذهب والماظ؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ وبعدين ايه ريحة الشاورما والبروستد اللي في الصندوق دي؟ ما هو بصراحة يا عمي أنا جعت في الطريق وقررت أشتري لي وجبة سوري. استنى، أنا الريحة دي مش غريبة علي. أنت جايب الأكل ده من مطعم شام النيل؟ أيوة يا عمي، اللي في لوكسور على الكورنيش جنب بنك اسكندرية، صح كده؟ أيوة يا عمي بالظبط، هو ده. تمام، أنا موافق إنك تتجوز بنتي، لأن طالما اختيارك راقي كده في المطاعم فأكيد هتختار لبنتي أحسن مكان تعيش فيه. يلا نقرأ الفاتحة. على بركة الله. مطعم شام النيل، العنوان لوكسور على الكورنيش بالقرب من بنك اسكندرية، والافتتاح الرسمي إن شاء الله يوم العيد. هنستناكم. شام النيل، كل حاجة في مطعمنا بتحكي حكاية من سوريا.